السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو، قبل ما نقول اي حاجة، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة واهم حاجة صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. عملنا معاكم النهاردة كبدة اسكندراني. جبت الطاسة، حطيت فيها شوية زيت وحطيت فيها بصل حسب ما انت بتعوزي تحطي بصل قد ايه، وحطيت الكبدة كده، فضلت اقلب فيها لحد ما نشفت معايا. اقلب كويس كده لحد ما تنشف. ودي بعد ما نشفت، وانا سبت البصل الاول لما دبل، وبعد كده حطيت الكبده. مش بحط كده على طول. بعد كده حطيت قطعت طماطم وبصل وفلفل جوليان، وحطيتهم هما الاتنين برضو زي ما انتوا شايفين كده، وهفضل اقلب فيهم برضو لحد ما يدبلوا معايا. بعد كده عندي 3 فصوص توم حسب الفص بتاعك قد ايه. تمام اهو. هحط بقى التوابل، ملح، فلفل اسمر، كمون، بابريكا، شطة، ممكن اي توابل بقى، اي توابل عندك تحطيها، اي توابل تفضليها تحطيها عادي حلو. انا حطيت كل التوابل اللي انا بحبها. انتوا ذوقك بقى، عايزه تحطي توابل اي حاجه عندك بقى. هقلبها كده بالتوابل. شايفين شكلها حلو قوي، ولا طعمها يجنن الصراحه. يلا بقنا نعمل الرز اللي بشعريه. جبت حله وحطيت فيها شويه زيت، وحطيت فيها كيس شعريه، وهشوحها كده لحد ما تدينا اللون الذهبي الحلو ده. وجبت الرز غسلته كويس قوي وصفيته وحطيته على الشعرية. هحط عليه بقى المية والملح وشوية زيت وكده بعد ما استوى. يلا بقى نخش على الحلو. عملنا الحادق، نخش على الحلو بقى. جبت صينية ودهنتها زيت، وحطيت فيها رق من الجلاش زي ما انتوا شايفين، وهدهن الحروف بتاعته علشان ما تبقاش شكلها مش حلو. وهدهن زيت كل طبقة هحطها، هدهن عليها زيت. ليه كده؟ علشان يبقى مورق معايا وحلو. تمام. عفوا. زي ما انتوا شايفين، حطيت طبقة وتليت الحروف بتاعتها، وبرضو دهنت زيت، وهكذا. وعمالة اعمل برضو، احط طبقة جلاش واتني الحروف، واحط برضو زيت، ادهنها بالزيت. بدهن الزيت اهو بعد ما حطيت طبقة جلاش كمان. عفوا. حطيت برضو طبقة كمان، وهدني برضو الحروف بتاعتها زي ما انتوا شايفين كده. وهحط برضو طبقة زيت. وبعد ما حطيت بقى نص الكمية بتاعة الجلاش بتاعتي، حطيت بقى عندي جوز الهند، وعندي زبيب، وعندي فول سوداني. وبعد ما حطيت رشيت اهوت زي ما انتوا شايفين. اي مكسرات بقى عندكم تفضلوها ممكن تحطوها عادي. احنا بنحب المكسرات دي دايما نحطها. وبعد كده حطيت عليها طبقة جلاش، وهتني برضو الحروف، وبعد كده هدهنها بالزيت. وهعمل نفس ما انا كنت عامله في الطبقه في الاول خالص بالظبط. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. هحط كمان طبقه جلاش دلوقتي اهو، وادهنها بالزيت.
وهكذا. طبق الجلاش، واتني الحروف واحط برضو الزيت. دي اخر طبقة. تمام. بقوم رايحة شايلة كده من تحت الجلاش كله، واقوم رايحة تانية الطبقة الاخيرة اللي هي اللي فوق تانيها تحت كل الجلاش، الكمية كلها اللي تحت، عشان تبقى مدية شكل معايا حلو، وما ميبقاش شكله مش حلو كده. وهقطعها بقى اي طريقة انت عاوزاه تقطعي بيها. انا قطعتها مثلثات زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي. هقطعها مثلثات كده رايح جاي، بيبقى شكلها حلو قوي اهو زي ما انتوا شايفين كده، زي 7 8 كده، 7 8 7 8 كده زي ما انتوا شايفين، مرة 7 ومرة 8، مرة 7 ومرة 8 وهكذا. وبعد ما اطلعه من الفرن اهوت، شايفين شكله واللون الذهبي الحلو ده، نزلت عليه بقى وهو سخن كده بالشربات الدافي. هو ساقع، انا كنت مجهزاه في التلاجة وطلعته علشان اعمله عليه كده، بس صوته كان حلو قوي وهو الشربات بينزل عليه، بس ما عملتهوش الصراحة. شايفين بقى شكله، هرش عليه الشربات كده كله زي ما انتوا شايفين. وبعد ما حطيته في الطبق خلاص اهوت زي ما انتوا شايفين كده، وطري بعد ما احط عليه بقى الشربات وكده، وكمان طري ومروق ومورق وحلو قوي، وطعمه خرافة، طعمه حلو قوي بجد. واشوفكم فيديو جديد، ومع السلامة.